الكرة طارق التايب. التايب يعاود الحصول على الكرة، لكن الدفاع النصراوي يتمكن من اقتطاعها. ترجع مرة ثانية لسعد الحارثي. الحارثي يهاجم وسعد الحارثي يتقدم. جول جول! ما هذا طلال المشعل في الدقيقة 90. في الدقيقة 90 طلال المشعل يعود بالمباراة. طلال المشعل عموما هدف ثاني او ماذا؟ المساعد له رأي آخر حول الكرة النصراوية. الله أعلم. عموما نتابع محاولة نصراوية ساعد بها الجمهور النصراوي، تفاعلنا معها، لكن لا نعلم ما هو قرار حكم المباراة. الأمر يأخذ جدل واسع في أرضية الميدان، لكن لابد وأن مخرج المباراة سيسعفنا بهذه اللقطة. لاحظ سعد الحارثي طلال المشعل لا يمكن الحكم، يبدو لي لا أوفسايد في الكرة الأخيرة، والتشاور بين حكم المباراة ومساعده حيال الكرة الأخيرة. عموما لا أحكم وأدع الأمور القانونية لرجال القانون. هناك السيد محمد فودة هو الخبير القانوني طبعا في شبكة راديو وتلفزيون العرب، هو الإنسان القادر على تفنيد هذه الكرة، ما إذا كانت أوفسايد ضربة حرة غير مباشرة أو إن كانت هدف النصراوي صحيح. عموما أدع التعليق لكم مشاهدينا الكرام حيال هذه الكرة، لأنه لا يمكننا الفصل بهذه الكرة. الجدل واسع، حكم المباراة يعلن أنها ماذا؟ هدف. إذن ماذا يدور في المباراة؟ نقاش كبير جدا. أتمنى الهدوء من قبل جميع الأطراف. رجال الأمن يتدخلون للسيطرة على الموقف. إذن هدف نصراوي ربما أنه ألغي، تسبب في تدخلات بأرضية الميدان. الكلاسيكو إذن يأخذ جانب آخر سيداتي أنساتي سادتي، والهدف النصراوي الذي تردد ما إذا كان هدف صحيح أو لا. حتى الآن الأمور فيها جدل واسع. عموما الأمور فيها اشتباكات كثيرة وتدخلات داخل أرضية الميدان غير مقبولة. ربما شاهدنا طبعا ربما نقول مثل هذه المشاهد أبدا لم نشهدها في الملاعب السعودية. نتمنى لذلك من رجال الأمن أن يتدخلوا ويوقفوا هذه المهزلة الموجودة على أرضية الميدان في أسرع وقت ممكن، لأنها لا تعكس على الإطلاق طبعا ما وصلت إليه الرياضة السعودية في تعامل حضاري وفي الرقي بالتعامل مع مباريات كرة القدم كتنافس موجود في أرضية الميدان لا يصل إلى الحدود. طبعا الإشكاليات طبعا أيضا نذكر بأن عدد رجال الأمن غير كافي دائما في المناسبات، لذلك نطلب دائما أن يكون هناك تكثيف لرجال الأمن لإيقاف مهزلة الجماهير والتدخلات في أرضية الميدان. مهزلة هذا ما يمكننا أن نسميها، لأننا شاهدناها في أكثر من موقف، والآن هي تتكرر في هذه المباراة. هذه المهزلة الجماهيرية ليس هناك صفة أو مسمى يمكن أن طبعا أن نطلق على ما نشهد سوى مهزلة. عموما رجالا، لأنه لا يمكن طبعا أن نكذب الصورة ولا أن نكذب الواقع. نزول في وسط الملعب زي ما قلت خالد. شكرا للعب لابد من إخراجه، لأن على اعتبار
في أي لحظة من اللحظات سنشهد هذا التدخل، طبعا مع نهاية المباراة ومع إطلاق صافرة النهاية لهذه المواجهة. رئيس رابطة مشجعين النصر يطالب